تعالوا نعمل بقى النهارده المنين بالعجوه او كعب الغزال، وهنعمل كمان المنين الساده بطريقه سهله جدا. لو انت مبتدئه هتعرفي تعمليها بكل سهوله جدا. زي ما انتم شايفين واخد لون تحفه وكمان ناشف. يعني الطريقه مش هتاخد منك اي مجهود ولا اي وقت، في ثواني، ولو يعني ب3 كوبايات بس من الدقيق، وهتعملي احلى كميه من المنين وهتفرحي اولادك. يلا بينا نشوف المقادير والطريقه بتاعتنا. اول حاجه هبدا بيها وهي الخميره. معايا كوبايه من الحليب وهي دي اللي هعجن بيها العجينه بتاعتي. كوبايه حليب تكون بدرجه حراره الغرفه او تكون يعني دافيه، ما تكونش دافيه قوي. المهم هنحط فيها باكت خميره ومعلقه كبيره من السكر وهنسيبهم على جنب. بعد كده معايا في بوله 3 كوبايات من الدقيق الابيض، وبحط عليهم معلقه من النشا وباكت من الفانيليا ورشه صغيره من البيكنج باودر. ده سمسم متحمص هحط منه 4 معالق على الدقيق. هنحط كل المكونات الجافه كده في الاول، وبعد كده هنحط السمنه بتاعتنا. دول 3 كوبايات من الدقيق هحط عليهم 1.5 كوبايه من السمنه. طبعا انا مش هحط كميه السمنه كلها، انا سبت ما يقارب 2-3 كده، وهقول لكم هنعمل بهم ايه في الاخر. هقلب بقى السمنه بالدقيق لحد ما الدقيق يتشرب من السمنه، وبعد كده بقى هستخدم ايدي. طبعا لازم نبس العجينه كويس جدا لحد ما السمنه والدقيق يتداخلوا، كمان العجينه لونها يفتح. الخطوه دي مهمه جدا يا جماعه. بعد ما بسيت العجينه هبدا بقى انزل بالمواد السائله وهي الخميره والسكر والحليب. طبعا مش هنزل بالكميه كلها، انا هنزل بشويه صغيرين كده وهعجن. هبدا ان انا اعجن ويعني عايزه يعني اوصل لقوام في العجينه يكون طري. يعني ما ينفعش ان انا انزل بالكميه كلها عشان ممكن تكون كميه السوائل كتير على الدقيق، لان مش كل انواع الدقيق زي بعضها. انا بنزل تدريجيا كده بالدقيق وبرجع اعجن تاني. كده نزلت بباقي كمية الدقيق، وطبعا هو ده المقدار المظبوط ل3 كوبايات من الدقيق. هبدأ بقى ان انا اعجن اخر مرة وهعجنها كويس جدا لحد ما العجينة تكون مرنة في ايدي كده وتكون يعني مرنة في التشكيل. هسيب بقى العجينة تتخمر على جنب. انا مش بسيبها كتير لان كده كده اصلا وانا بشكلها هسيبها شوية في الصواني يعني ايه تتخمر كده مع نفسها. بعد كده دي العجوة او التمر حطيت عليه 2 معلقة كبار من السمسم المتحمص، وباقي كمية السمنة اللي انا كنت شلتها على جنب حطيتها عليها. بعد كده بقى هبدأ ان انا اشكل العجينة بتاعتي. احنا يعني بنبدأ على طول يعني بنعجن التمر، وبعد كده بنبدأ على طول في تشكيل العجينة. انا فردت قطعة من التمر او العجوة وحطيتها على العجينة. طبعا فردت العجينة بسمك يكون رفيع، لان يا جماعة يعني بلاش نعملها بسمك تخين لانها هي كده كده اصلا هتتخمر، يعني هي كده كده بتزيد اساسا يعني. المهم الكاميرا فصلت في الحتة ديت. انا عملت العجينة رول وقفلتها كويس. بعد كده بقى عملتها على تشكيلة دي اسمها كعب الغزال او الكليجة. تمام. هبدأ بقى ان انا اقطعها كده واحطها في الصينية. طبعا انا هعمل معاكم يعني مشهد تاني او شكل تاني. هو الكاميرا كانت فصلت في المقطع ده. تمام. هبدأ بقى ان انا افرد العجينة كده وهعمل شكل تاني. انا هنا هسوي الاطراف، وبعد كده هجيب قطعة من العجوة هكون برماها بالطول وهحطها في العجينة واعملها رول. بس طبعا مش هلفها في الاخر علشان ما تبقاش تخينة، يعني على قد الحتة اللي قدام كده. وبعد كده هقوم قطعة ومقفلة وهعملها رول واقوم مقطعاها. اهم حاجه ان احنا نقفل العجينه كويس زي ما انتم شايفينها كده، ونحاول ان احنا نفردها على الخشبه علشان في التخمير ممكن تفتح والحشوه تطلع بره والعجوه في الفرن تتحرق. فمن الاول خالص اهم حاجه نقفلها كويس جدا وبنقسمها بالسكينه، وبعد كده يعني احنا بنسيبها على الصواني شويه لحد ما تتخمر. دي بقى التقطيعه دي من غير عجوه كانت عباره عن اصابع. تمام. انا عاملاها بسمك رفيع جدا، وفي اخر الفيديو هتشوفوها هتلاقوها مرتفعة وشكلها حلو.
يعني ما هياش رفيعه قوي. وزي ما انتم شايفين واخده لون حلو جدا. دخلتها في فرن ساخن مسبقا على، وبعد كده ناره هاديه، يعني ما بنعليش النار عليها. يعني الوصفات دي بالذات بتعوز نار واطيه جدا علشان العجينه تستوي من جوه، وكمان العجوه ما تنشفش. لازم يا جماعه عشان تبقى ناجحه معاكم لازم العجوه تبقى طريه من جوه. وزي ما انتم شايفين ناشفه جدا وواخده لون حلو جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، وقولوا لي رايكم في التعليقات. مع السلامه.